طبعا ده اللقاح اللي حضراتكم طلبتوا انكم تشوفوه، H9 ND7 انفلونزا مع نوكاسل. ده المزدوج طبعا اللي بنحجنه على عمر 3 ايام. دي طبعا الزجاجة بعد ما خلصنا بيها طبعا المفروض نتخلص منها، وده اللي هيحصل ان شاء الله. يلا بينا مع الفيديو بتاع اليوم الرابع. الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لايك يميل للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، ويلا بينا نتوكل على الله. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان شغل الشتاء والفيروسات بتكون من اشرس اوقات السنة بتكون في الشتاء، فعلشان كده نحاول دايما ان احنا نشتغل بالتحصينات، بيكون مفيدة جدا طبعا، وبتديك كفاءة كويسة جدا، وبتعمل لك زي نظام ستارة عن الفيروسات. في واحد ممكن يقول لي طب ما انا ممكن احصن ويجيلي الفيروس. ده شيء طبيعي ان ممكن تحصن ويجيلك الفيروس، بس بالعكس الفيروس مش هيجيلك بالقوة اللي انت متخيلها. يعني لو الفيروس لا قدر الله بيجي بياخد 40% من القطيع بتاعك، لا ده ممكن بعد ما تحصن ان شاء الله ياخد منك مثلا 10% 8%، الحد اللي هو ما يزعلكش او ما يخسركش بالكفاءة اللي ممكن تاخدها. فعلشان كده دايما بنصح في شغل الشتاء ان احنا نحصن ونهتم بالتحصينات كويس، ونشوف ايه برنامج التحصينات اللي يمشي مع المكان المناسب بتاعنا. وكل مكان للمرة التانية بقولها، او يمكن مرة اكتر من مرة بقولها، كل مكان بيختلف عن التاني. انا بكلمك عن المكان بتاعي، التحصينات اللي بشتغل بيها بناء على ان اغلب الاوقات اللي بتتضرب في المكان اللي موجودين فيه هنا هو النوكاسل، وطبعا انفلونزا H9 طبعا هي اللي اكتر حاجة بنحاول نهتم بيها. فعلشان كده بنحاول نكثف لها برنامج التحصين، ولسه في عمر 7 ايام برضو في لقاح ميت تاني. طيب ان شاء الله النهاردة معانا اليوم الرابع من عمر الدورة، البرنامج اللي احنا ماشيين عليه. بداية طبعا ان شاء الله اول حاجة بنشتغل بيها في اليوم الرابع وهي التحضينة زي ما حضراتكم عارفين. اليوم الرابع بتكون لسه اليوم الثالث معانا في التحضينة، لان احنا بنحضن تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم. ده بيكون لسه يعتبر على عكس الايام اللي احنا كنا ماشيين عليها قبل كده. فعلشان كده ان شاء الله التحضينة بتاعتنا البنفلور سنت الا ربع على 12 ساعة في اليوم الرابع بإذن الله تعالى. وبعديه بننزل سقوة أملاح، وبعد كده بننزل سقوة مجموعة فيتامينات كويسة جدا. في ناس تقول لي انت لسه ليه ما اشتغلتش بأحماض؟ الأحماض لسه قدامها أيام كتيرة علشان نشتغل بيها، ممكن نشتغل في الخامس أو السادس أو السابع. بترفع لي يعتبر بتقوي جدار المعدة ومهمة جدا، وإن شاء الله هتكلم عنها لما نيجي نشتغل بيها. لكن النهاردة إن شاء الله هنشتغل مجموعة فيتامينات أو ألف د حاجة من الاتنين، وبإذن الله تعالى هننزل سقوة أملاح زي ما حضراتكم شايفين أهو. في بعض الكتاكيت بتنجد في الأرضية أهو، فالأفضلية إن احنا نشتغل بحاجة كويسة، علشان الكتاكيت ده أكله من الكتاكيت ده تلوثات كلها، وطبعا بيسبب أمراض في العمر الكبير. اهتم كويس جدا بالتهوية في الأعمار دي، التهوية حلوة وتديك نتائج كويسة بإذن الله تعالى. درجة الحرارة هنا ماشيين عليها 32 درجة حرارة كويسة جدا، درجة حرارة تكون مستمرة ما فيهاش أي تقطع. ملخص يعتبر اليوم الرابع. لو حد عنده أي رسالة أو استفسار سيبولي في كومنت، وإن شاء الله هحاول أجاوبك عليه. دمتم جميعا بخير. لو حد حابب يعرف سعر العبوة اللي أنا بتكلم عنها النيفاك، طبعا مش متوفرة جامد، لكن سعرها بيكون في حدود 1200 1300، ويا ريت لما تجيب حاجة تجيبها من مصدر موثوق. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.